اللي الاهلي عمله ده اكبر غلط. ايه؟ اولا انت عارف ان الدوري متوجه ناحيه ايه؟ ناحيه حته معينه، وفي اخطاء تحكيميه كتير وكوارث تحكيميه حصلت من اول ماتش خالص بتاع بتروجيت. ايا كان، ما تجيليش يوم ليله الماتش الصبح الساعه 11 تطلع لي بيان التذاكر اتحجزت والناس اللي جايه من اسوان والاقصر والصعيد وشرق الدلتا والدنيا دي كلها وفي عز الصيام وفي عز كل حاجه، وتيجي تقول لي اصل انا مش هلعب الماتش عشان مفيش حكام اجانب. ما هو مش هيخلوا لك حكام اجانب من يوم وليله. بتحصل، بس ازاي؟ اقنعني. ما خدتوش لا قبلها بيوم ولا قبلها بيومين. طيب الناحيه الثانيه، الزمالك كابتن احمد حسام ميدو يوم 5 مارس طلع قال لك الزمالك لو عنده في عداله تحكيميه الزمالك هيبقى في حته تاني. تمام، انا مش فاكر الجمله بالظبط بس ده المجمل يعني بتاع الجمله. فيوم 11 مارس يوم الماتش قال لك لا ده الحكام المصريين مفيش منهم اتنين، واحنا هنلعب بالحكام المصريين واحنا الدنيا واحنا ليله والكلام ده كله. منين؟ بالكيلو بمكيالين ليه؟ انتوا اصلا خارج نطاق الدوري. فهل انت لو انت عايز بقى عداله تحكيميه تعمل ايه؟ لو انت جايب واحد يحكم ما بينكم انتوا الاثنين، انا هجيب واحد ولا يعرفني ولا يعرفك، اقف حكم يا باشا. مش انت واثق في فرقتك؟ بس انت كنت عارف ان الاثنين حكام دول بالذات عليهم جدل كبير قوي بالذات في ماتشات الزمالك، فالاهلي كان هينزل كان هيدوس عليك وهيسفلتك. وانا بقولها لك اهو، غلط اداره الاهلي ان ما خلتش اللعيبه نزلت كلتهم وانسحبت بعد كده. ده مبدئيا يعني انا لو مكان الاداره انا كده كده داعم للاداره في كل حاجه في كل القرارات اللي عملتها. تمام، بس هي النقطه بتاعت الجمهور بس هي اللي مضايقاني. لكن انا انزل امسك الزمالك اسفلته واقول يعني الاتحاد الكوره والرابطه والدنيا دي كلها انا منسحب اصلا. انا مش خايف ولا حاجه، بس انا عرفتكم ان انا باي حاجه هكسب، بس انا عايز نزاهه وعداله تحكيميه تخليني اكسب الدوري يعني بشرف. بالنسبه لاتحاد الكره والرابطه، في كل دول العالم بيبقى في تناسق تمام وفي تواصل بين اتحاد الكره والرابطه. اتحاد الكره والرابطه اللي بيعملوه ده وده بيسلم ده وده بيسلم ده وده بيقول لك لا اصل انا ما جاليش خطابات وده مش عارف يقول لك ايه. طب ما الاهلي موقفه القانوني مليون في الميه. عارف بقى اللي هيحصل ايه دلوقتي؟ يا هتلغوا الدوري عشان تحافظوا على الرابطه واتحاد الكره والدنيا دي كلها، تمام، يا اما الاهلي مجمع شويه مستندات كده حلوين اولهم خطابات اللي بعتها لاتحاد الكوره حاجات كتير والفيديو بتاع الاستاذ ايهاب الكومي والكلام ده كله، ويروح بيه للفيفا يقول له بص اتفضل انا بتظلم، انا بطالب بحقي، انا عايز الدوري يبقى دوري نزيه. ففي الاخر ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان اللي في دماغ الاهلي هو اللي هيتم، عشان الاهلي على حق. الماتش هيتعاد، ولو الماتش ما تعادش الدوري هيتلغي، وهتشوف. لو انت عندك حاجه غير كده قولها لي في الكومنتات.